عمرك شفت حد اتعرض لضربة قوية في حياته، مثلا فشل أو اتطلق أو خسر أو جاتله صدمة، وبعد فترة قصيرة لقيته بني آدم واقف من جديد عادي جدا وماشي؟ وفي نفس الوقت تلاقي ناس تانية بتفضل واقعة سنين مش قادرة إن هي تكمل. مرت عليك الحكاية دي أكيد. طيب السؤال بقى اللي هنا من احنا بنطرحه، هو ايه الفرق بين الاتنين دول؟ هل في نوع من الناس أقوى من ناس، ولا الموضوع ده ليه سر تاني، ولا الحكاية ماشية ازاي؟ النهاردة هنتكلم عن سمات الشخص اللي هو ريلي سايلنت، اللي هو الشخص اللي هو مرن نفسيا، وازاي الناس دي بتبني قدرة على التحمل، وايه الفرق بينهم وبين غيرهم في طريقة التفكير، مع أمثلة لناس اتعافت من الصعوبات. وفي الآخر أكيد كالعادة يعني هديك خطة صغيرة أو قصيرة كمان تساعدك إن أنت تبني المرونة النفسية دي. أنا أحمد زايد، وأنت دلوقتي بتشوف برنامج حل المشاكل، ويلا بينا نبدأ. طيب يعني إيه شخص ريليسنت أو مرن نفسيا؟ المرونة النفسية مش معناها إن أنت متتوجعش، ماشي؟ معناها إن أنت تتوجع بس ترجع تاني عادي. الشخص المرن نفسيا مش بيمنع الألم، لكن هو عنده قدرة إن هو يبدأ يستوعب الصدمة، يتعلم منها، يتحرك من تاني، يبدأ من جديد، ما عندوش مشكلة في الحكاية دي. وعلى فكرة دي مش موهبة، يعني مش حاجة البني آدم بيتولد بيها. دي مهارة عادي أي حد ممكن يبنيها في نفسه بشكل أو بآخر. طيب إيه هي صفات الأشخاص اللي هم بيتعافوا بسرعة؟ خلينا نشوف، هما في كتير طبعا، بس خلينا نشوف إن في 5 سمات مشتركة بين الناس اللي هي المرنة نفسيا. أول حاجة إن هما بيفصلوا بين الحدث وبين الهوية. الشخص العادي لما بيفشل ما بيقولش أنا فشلت. الشخص العادي بيقول أنا فشلت، الشخص المرن بيقول أنا فشلت في كذا، لكن ده مش أنا. شفت الجملتين دول في فرق كبير ما بينهم. الأول بيحكم على نفسه كلها إن هو فشل، اللي هو الشخص العادي. والشخص المرن نفسيا بيحكي أو بيحكم على موقف واحد حصل. فالتاني اللي هو الشخص المرن نفسيا ده كده كده بيقدر إن هو يتحرك. ليه؟ لأنه مش شايل عيب إن هو شخص فاشل، هو بس عنده تجربة ما نجحتش. تاني حاجة إن هم بيركزوا على إيه اللي أنا أقدر دلوقتي أتحكم فيه. الناس اللي بتفضل واقعة غالبا بتركز على اللي مش في إيديها، أو ليه ده حصل، أو ده مش عدل. عارف لو كانت الظروف اتغيرت، أو كنت أنا محطوط في ظرف مختلف. الناس بقى مرنة بتسأل طب أنا دلوقتي إيه اللي في إيدي أعمله؟ إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا أعرف أعمل حاجة. مثلا شخص اتفصل من شغله، الشخص العادي مفيش شغل، فالدنيا صعبة. لو أنا حظي وحش، أنا بني آدم مش هعرف أنجح. الشخص المرن ببساطة كده هيقولك طيب أنا هبعت النهاردة 5 CV، هبدأ أتعلم مهارة جديدة، أسأل ناس في المجال ده هم أنا محتاج إيه عشان أتطور. الفرق إن في واحد بيشتكي والتاني بيتحرك. تالت حاجة إن هما بيسمحوا لنفسهم بالألم، لكن ما بيعيشوش فيه، ما بيناموش فيه. الناس المرنة مش بتتجاهل مشاعرها، لا بيعيطوا بيزعلوا بيختفوا وبيعملوا كل الكلام ده، لكن ما بيخلوش الحزن يبقى حاجة لازقة فيهم. لا، هو بيقول أنا دلوقتي حزين، ودي حاجة طبيعية، بس أنا أكيد مش هفضل هنا في النقطة دي يعني على طول. في فرق بين أنا حزين دي بتبقى حالة مؤقتة، وبين إن أنا شخص حزين، أنا هنا بلزق الحكاية دي فيا، أنا بني آدم حزين. ده مش صح. الناس المرنة كمان بتعرف الفرق بين أنا حزين أو بين أنا شخص حزين. رابع حاجة بيدوروا على المعنى في الألم. الناس المرنة بتحاول تلاقي درس أو معنى في اللي حصل، يعني هو ده حصل ليه، أنا غلطت في إيه أو كده. مش دايما بيلاقوا معنى كبير على فكرة، لكن بيسألوا إيه اللي ممكن أبدأ أتعلمه من ده.
وده بياخدهم لحتت تانية كتير. يعني مثلا بيخليهم إن هم يفوقوا أسرع. مثلا تلاقيه كمان بيقعد يقول لنفسه أنا بقيت إيه بعد التجربة دي. فبيتطور. أديك مثال، مثلا واحدة انفصلت عن شريك حياتها بعد سنين من الجواز، فبدل ما تقول أنا ضيعت وقتي، أنا مش عارف أتجوز تاني، أنا كبرت، أنا كده، فبتقول أنا اتعلمت إيه اللي أنا مستحملوش وإيه اللي أنا محتاجاه في حياتي دلوقتي. فبناء عليه الألم اتحول معاها لبوصلة، ما تحولش لحفرة بتقع فيها. كمان رقم خمسة إن هم عندهم شبكة دعم، ولو حتى صغيرة جدا، لو شخص واحد. الناس المرنة مش بتشيل كل حاجة لوحدها، عندها حد أو اتنين تقدر إن هي تتكلم معاه بصدق وبصراحة وما بيحكموش عليهم. ومش لازم يكونوا ناس كتير على فكرة، المهم إن هم يكونوا ناس آه، أمان. ماشي. تعالى أديك أمثلة لحالات مثلا تعافت من رغم الصعوبات. مثلا الكاتبة مثلا اللي كتبت هاري بوتر اللي هي جي كي رولينج دي، كانت أم معيلة، عندها طفلة مكتئبة، بتعيش على الإعانة الاجتماعية، استفادت من 12 دار نشر، لكن هي فضلت تكتب. ليه؟ لأن هي ما ربطتش بين الرفض وبين قيمتها. النهاردة هي واحدة من أشهر الكتاب في العالم، ورواياتها اتعملت أفلام مكسرة الدنيا. مثال اتنين، شخص مثلا عادي مش شخص مشهور، واحد مثلا صاحبي اتعرض لحادثة مثلا، قعد على كرسي متحرك، صاب في رجله، قعد على كرسي متحرك. في الأول انهار تماما، بعد 6 شهور بدأ يفوق، بدأ يتعلم مثلا جرافيك ديزاين من البيت. دلوقتي هو شغال فريلانس وعايش حياة محترمة جدا. السر إن هو مفضلش يفكر في اللي راح، ركز على اللي لسه موجود دلوقتي حالا. آه تعال نقول مثلا خطة صغيرة مثلا لبناء المرونة النفسية. المرونة النفسية على فكرة برضه مش هتتبني في يوم، لكن انت تقدر تبنيها في 5 خطوات صغيرة كالعادة يعني. أول حاجة لازم تكتب 3 أزمات انت عديت منها قبل كده. افتكر مواقف صعبة، افتكر أحداث أليمة انت كنت فيها وقدرت ان انت تعدي منها، لازم تكتبهم. ليه لازم نكتبهم؟ لأن ده بيفكرك إن أنت عندك تاريخ من النجاة، أنت عديت من الحاجات دي عادي، أقدر أعدي من أي حاجة بعد كده. تاني حاجة، اسأل نفسك كل يوم ايه اللي انا في ايدي اعمله النهاردة، حتى لو كانت الاجابة اكل كويس، اعمل مكالمة للتليفون لشخص معين، ارتب اوضتي انظفها. الحركة البسيطة بتكسر الشلل بشكل ما يعني. تالت حاجة، اسمح لنفسك ان انت تحس، بس حدد وقت. ماشي. قول مثلا هقعد 15 دقيقة، تلت ساعة، هقعد أعيط فيهم، هقعد اكتئب فيهم، هقعد ازعل. بعد كده بعد ما الوقت ده يخلص قول خلاص، انا دلوقتي هرجع للحياة عادي بكل ما هي فيه. على فكرة ده مش قسوة، ده اسمه تنظيم للمشاعر. رابع حاجة، اختار حد واحد بس تتكلم معاه بصدق. مش لازم تحكي لكل الناس، لكن لازم يكون في حد واحد على الأقل تقدر إن أنت تقوله أنا حاسس إن أنا مش تمام. خلي بالك إن العزلة بتطول الألم. خامس حاجة، اسأل نفسك ايه اللي انا ممكن اتعلمه، مش في كل موقف، لكن بعد ما تهدى شوية يعني. اسأل نفسك التجربة دي علمتني ايه، علمتني ايه عن نفسي، علمتني ايه عن الناس، عن ايه اللي انا محتاجه. الدرس بيخلي الألم أقل عبثية كده، يعني يخلي حاجة ينفع تعدي. فمن الآخر المرونة النفسية مش إنك ما تقعش، هي إنك تعرف تقوم تاني. وإن أنت تقوم ده مش بيحصل بمعجزة، بيحصل بخطوات صغيرة وتفكير منطقي وواعي شوية، وأكيد أكيد أكيد شوية رحمة مع نفسك. ده مهم جدا. اكتب لي بقى في التعليقات ايه هي أصعب موقف عديت منه، وايه اللي ساعدك ان انت تعدي. ولو الحلقة دي يعني لمستك او فادتك او اديتك امل في اي حاجة، ياريت تعمل لي لايك وتشترك وتفعل الجرس. اشوفك على خير في حلقة جاية.